السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تلخيص بسيط لمباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد. حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 0-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء 20 فبراير ضمن مباريات الذهاب في الدور 16 في دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. سجل اللاعب النمساوي ماركو أرانوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 79 الذي كان بديلا للاعب الفرنسي ماركوس تورام بعد تعرضه للإصابة قبل نهاية الشوط الأول. بمعنى ماركو أرانوفيتش لعب في أواخر الشوط الأول إلى نهاية الشوط الثاني، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 79. سيتم حسم تأهل إنتر ميلان إلى الدور الربع النهائي في المباراة القادمة في 13 مارس المقبل، وهو موعد مباراة الإياب بين الفريقين التي تجمعهما على ملعب واندا متروبولينتو معقل أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية. أتلتيكو مدريد حجز مقعده في الدور 16 بعد تصدره للمجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما وصل الفريق الإيطالي إلى الدور الحالي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد المتصدر. هذه هي نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام.